عايزين نفهم شوية عن حياة سيدنا محمد قبل البعثة. النبي محمد اتولد في مكة سنة 570 ميلادية، يعني تقريبا قبل 1450 سنة، وتربى يتيم بعد ما ماتت أمه وهو عنده 6 سنين وأبوه توفى من قبل ما يتولد. سيدنا محمد نشأ وتربى مع جده عبد المطلب وبعد كده مع عمه أبي طالب. سيدنا محمد قبل البعثة كان معروف بالصدق والأمان لدرجة إن كان لقبه الصادق الأمين، بس طبعا بعد البعثة كل ده هيتغير. لو حد كان عايز يوثق حاجة أو يشهد عليها حد كان فورا بيروح لسيدنا محمد، ولكن Who are those men? والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. هنوصل دلوقتي للحظة اللي غيرت كل حاجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، البعث ونزول الوحي. في كل سنة من شهر رمضان كان سيدنا محمد بيروح لجبل النور يتأمل في جمال مخلوقات الله، ولكن بنيجي رمضان سنة 610 ميلادية وهو هناك في ليلة من الليالي حصل اللي عمره ما كان يتخيل انه يحصل. في لحظة غريبة جدا وهو قاعد في الغار بيشوف نور بيملى المكان اللي كان فيه، وفجأة سمع صوت بيقول له اقرأ. كان صوت مين؟ كان صوت سيدنا جبريل، واللي جاب له أول وحي من الله سبحانه وتعالى. اللي كان بيحصل وقتها كان بيفوق استيعاب أي بشر. فسيدنا جبريل بيقول له اقرأ، فقال له ما أنا بقارئ. سيدنا محمد كان أمي ما بيعرفش الكتابة ولا القراءة، فسيدنا جبريل يقول له اقرأ، يقول له ما أنا بقارئ. فيرد سيدنا جبريل ويقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ودي كانت أول آية نزلت من القرآن الكريم. سيدنا محمد لما رجع البيت كان خايف ومتلخبط ومش فاهم ايه اللي حصل وايه اللي هيحصل. كان بيسيطر عليه شعور الخوف واللخبطه والرعب من المجهول. زي ما قلت لك اللي حصل كان خارج استيعاب عقل اي بشر. فاول ما رجع لمراته اللي كانت السيده خديجه رضي الله عنها قال لها زملوني زملوني، يعني كان بيأمرها انها تغطيه. وبعد ما هدى شويه بدا يروي لها ويحكي اللي حصل. والغريب هنا ان السيده خديجه ما كدبتهوش ولا قالت ان كل ده خرافه. السيده خديجه كانت من اول الناس اللي امنوا بسيدنا محمد، وقامت وقالت له لا والله ما يخزيك الله ابدا، انت تصل الرحم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الدهر وتكرم الضيف. وبعد كده بدا النبي يبشر بالوحي وبدا يدعو الناس سرا، علشان كان في خوف من رد فعل قريش لانها بطبيعه الحال كانت بتعبد الاصنام وكانت مستفيده من الوضع ده اجتماعيا وماديا. النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاول بكبار الصحابه زي ابو بكر الصديق وعثمان بن عفان وسعد بن ابي وقاص. وسيدنا ابو بكر كان اول من امن برسول الله من الرجال، وسيدنا علي بن ابي طالب رضوان الله عليه كان اول من امن من الصبيان. وبدات بعد كده الدعوه تكون بشكل اوسع لحد ما دخل فيها الناس المقربين، منهم ناس من اشراف مكه ومنهم طبقات كانت ادنى في النظام الاجتماعي في قريش زي العبيد والفقراء. لكن القصه ما كانتش سهله، قريش مستحيل تسيب الدين الجديد ده كده يمشي بسهوله. في البدايه بداوا يسخروا منه، وما وقفتش كمان عند السخريه، بداوا يشتموا النبي ويوصفوه بالمجنون وبالساحر وبالشاعر والكلام ده كله. ولما لقوا الموضوع بيتوسع بدأوا يجيبوا المسلمين الفقراء والعبيد ويعذبوه لمجرد بس انهم دخلوا في الاسلام، وكانت الردة هي الحل عشان يخلصوا من العذاب بتاعهم. وكان من اشهر المسلمين اللي كانوا بيتعذبوا عذاب شديد كان سيدنا بلال بن رباح، اول مؤذن في الاسلام. وكان نوع من انواع العذاب اللي تعرض له سيدنا بلال كان انهم بيحطوا صخرة على صدره في عز حر مكة وصحراء مكة، ما اظنش ان في بعد كده. وكانت كلمة واحدة سيدنا بلال بيرددها، احد احد. ولكن سيدنا محمد ما استسلمش وبدأ برضه مستمر في دعوته في مكة، والإسلام بدأ ينتشر واحدة واحدة في كل عشيرة. الناس بدأت تآمن بيه وتشوف في الإسلام العدل والحق، وتشوف حياة سيدنا محمد على إنها معجزة إلهية وإنه مبعوث رحمة للعالمين. والنهاردة بعد أكتر من 1400 سنة بنشوف وصلنا لإيه، من دعوة في السر خوفا من قبيلة قريش لأكتر من ربع سكان العالم اللي حاربوا الإسلام في نار السعير، وبقى الإسلام وانتشر ولسه هينتشر. والحلقة الجاية هنكمل ما بعد البعث، وده برنامج مؤرخ. السلام عليكم. Who are those men? والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد.